يا دكتور هل لو حقنت ركبتي الخشونه اللي عندي هتروح خالص؟ طيب هل حقن مفاصل الركبه دي هي سحر بيرجع الغضروف شباب زي زمان؟ الحقيقه قصه الحقن دي فيها مفاهيم كتير مغلوطه شويه، بنقابلها كتير استفسارات من المرضى انه بيبقى متخيل ان حقن الركبه ده هيعيد بناء الغضروف بتاع الركبه او هيشيل الخشونه تماما كانك بتشيله باستيكه، بس الحقيقه الكلام ده مش مظبوط. حقن الركبه دي هي مجرد مسكن مضاد للالتهاب، بيبقى فيه ماده بتقلل الالم شويه، بتقلل الاحتكاك شويه في ركبه المريض. معنى كده ملهاش لازمه؟ محدش قال كده، ولكن مفعولها غالبا بيبقى مؤقت من 6 شهور لسنه. تاني نقطه، مفعولها بيختلف بشكل دراماتيك بشكل كبير جدا من مريض للتاني. في مرضى بتتحسن عليه بشكل كبير جدا، في مرضى بتاخده ما بتتحسنش عليه. نقطه كمان مهمه، الخشونه المتقدمه دور الحقن فيها اقل كتير من درجات الخشونه الاقل من كده، لان الخشونه المتقدمه يظل حلها الجذري الجولد ستاندرد اللي متجرب بقاله 50 60 70 سنه هو تغيير مفصل الركبه، وبالتالي الحقن مش حلو ومش وحش، هو وسيله من الوسائل بتنفع في حالات معينه، مش كل حاله زي التانيه، ومش لازم الحقن يبقى حل سحري، هو حل من ضمن الحلول.